مساء الخير اصحابي الصغيرين في كل مكان. اهلا بيكم في برنامج قصايص ميرو، يذاع حصريا على قناة صوت الامل الدولية. معاكم مرسى، هتشوفوني كل خميس الساعة 7 بتوقيت مصر. اصحابي الصغيرين، انا بعتذر جدا جدا على الفترة الطويلة قوي اللي احنا ما قدمناش فيها البرنامج. وده كان بسبب ظروف سفر، ظروف مرض، ظروف انشغالات كتير. وبحاول اصلي، وبحاول اوعدكم ان انا مش هقطع تاني البرنامج وهنحاول نكمل. وشكرا جدا جدا على الناس اللي كانت بتسأل على البرنامج وكانت متابعة برنامجنا، واتضايقت جدا ان البرنامج اديله فترة اكتر من شهرين ما تقدمش، واهتمت وشجعتني ان انا اقدر نرجع تاني نكمل ونتعلم حاجة جديدة، سواء آية من الكتاب المقدس، قصة، أغنية. تعالوا معانا النهاردة يا ولاد نسمع حدوتة جميلة وحدوتة جديدة ومعنى جديد من معاني القصص الكتاب المقدس الجميلة. ونشوف النهاردة هنتعلم ايه وهنشوف ايه مع بعض. تعالوا معانا اصحابي الصغيرين نشوف القصة. يلا بينا، مش عايزين ميرو نضيع وقت. ميرو حبيبتي، امسكي بسرعة مني يا ميرو. العلبة تقيلة، امسكي يا ميرو اوام. تعالي يا بندقة، ايه ده؟ ايه العلبة الجميلة دي؟ وفلوس كمان؟ ايه الحكاية دي؟ بتاعت مين دي؟ احكيلي. اولا الفلوس دي انا كنت محوشة زي ما قلت لك، جنيه وجنيه وجنيه. كنت كل يوم اخد مصروفي واحوشه واشيله. انا ورايحه المدرسه لغايه ما حوشت كذا جنيه، وانا جايبهم لك النهارده يا ميرو علشان تعديهم معايا وتشيلهم لي. كل ما احوش شويه كتار انا هجيبهم لك. تاني حاجة مزعلاني يا ميرو إن أنا كنت في الكنيسة في مدارس الأحد، وكان في ولد كده بيضايقني دايما ويضربني. كان كل شوية يضرب أصحابه ويضرب أصحابه ويضرب أصحابه. ولما شكيت الأستاذ زعل منه وقال له إن اللي أنت بتعمله ده غلط. المهم إن الولد الوحش ده بطل يجي مدارس الأحد، والأستاذ كل شوية يسأل عليه، وأنا أقول له مش مهم يا أستاذ، هو كده كده كان مغلبنا وكده كده كان بيضرب اصحابه، مش لازم ان احنا نسأل عليه كل شوية. المهم الأستاذ قال لي لا يا بندقة، ما ينفعش، لازم نسأل عليه، ممكن يكون زعلان مني أو زعلان إن إحنا قلنا له اللي بتعمله ده غلط. تعالي معايا يا بندقة نروح نزوره. بس أنا مرضتش. ما ينفعش إن أنا واحدة أكون بخصماه ومش بكلمه وهو شقي وأنا أروح أصالحه وأروح أزوره. أنا مش عارفة يا ميرو، هو ليه أصلا الأستاذ بيدور عليه وعايز يسأل عليه ويروح يزوره لما هو أصلا وحش وشقي وبيعمل زنا في مدارس الأحد ومش قاعد هادي؟ الفصل كله شاطر وهادي وحلو، إلا هو دايما بيعمل مشاكل ودايما بيعمل خناقات. فأنا قلت له لا لا مش هروح. راح الأستاذ زعل مني وقال لي لا يا بندقة فكري، وبكرة لازم تيجي معايا علشان نزور صاحبنا اللي هو ضربك واللي هو بيتشاقى. وانا بصراحه يا ميرو مش عارفه اعمل ايه ولا عارفه ارد ازاي. يلا تعالي الاول عديلي الفلوس اللي معايا دي ونعدهم مع بعض علشان ايه تشيلهم لي معاكي، وبعدين تقولي لي بقى يا ميرو اعمل ايه. انا مش عايزه اروح ان حد مخصمه وهو وحش 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 وحش. انا مش هكلمه تاني عشان هو بيضربني ويضرب اصحابه. خد يا ميرو الفلوس عدها لي. ماشي يا بندقة، تعالي نعد الفلوس مع بعض وبعدين اجاوبك على السؤال الحلو ده. بس خلي بالك، انا مش معاكي ان احنا نخاصم اصحابنا، بس انا مش هتكلم دلوقتي في الموضوع غير لما نيجي ايه نعد الفلوس. يلا بقى نفتح الفلوس كده، نفتح الحصالة نحطها في ايدينا كده اهو، ونحطها كده. عدي معايا وانا هعد. يلا، واحد، اوعى تقعي، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، عدي معايا، سبعة، تمانية، تسعة. الله، دول 9 بس. يا خبر ابيض، هما كانوا 10. انا عمالة اعد كل يوم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كل يوم اعد 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. وقعوا ازاي بس؟ وقع ازاي الجنيه؟ بقوا 9 بس ازاي؟ يا خبر ابيض، يبقى اكيد وقع مني انا وجايه يا ميرو دلوقتي. يلا مش مهم، ان كان وقع جنيه انا معايا 9 جنيهات. ازاي بس يا بندقة مش مهم؟ هو مش الجنيه ده انت وفرتيه من المصروف بتاعك، وان انت حرمتي نفسك تجيبي حلاوة او شيبسي او اي حاجة؟ ما ينفعش ان انت تقولي لا مش مهم. وبعدين الجنيه الصغير ده بابا تعبان قوي وشقيان فيه عشان يجيبه. الجنيه دلوقتي مبقاش يجيب حاجات كتير، بس جنيه على جنيه على جنيه هيبقى حاجة كبيرة. وبعدين في حاجة كمان، انت خليتيني افتكرت قصة في الكتاب المقدس بتاع ال10 دراهم. والقصة اللي انت حكيتيها دلوقتي بتاع صاحبك اللي هو مشي من الكنيسة ومش راضي يجي، واللي هو شقي وبيزعلك ومخصماه، برضو شبه قصة حكالنا عنها الرب يسوع في الكتاب المقدس. في 3 قصص في الكتاب المقدس شبه الحاجات اللي انت حكيتي عنها دي: قصة الخروف الضال، وقصة الدرهم الضائع، وقصة الابن الضال. اللي انا عايزه اقوله لك اول حاجه قبل ما نشوف الحواديت والحكاوي اللي احنا هنسمعها دلوقتي، ان ربنا يا بندقه بيحب الخاطي قوي قوي، لكن ما بيحبش الخطيه، وبيستنى ان الخاطي يرجع، ودايما بيدور عليه لاخر لحظه. وده اللي بيعمله الخادم يا بندقه. هو ماشي على حسب وصية الرب يسوع المسيح، وبيعمل زي ملك الملوك رب المجد يسوع المسيح، ان هو بيدور على المشاغب والشقي واللي هو عامل شقاوة علشان يرجعه لربنا ويرجعه الكنيسة. زي ربنا يسوع المسيح لما فضل يدور على الابن الضال وكان منتظره، وفضل يدور على الخروف الضال، ودور على الدرهم الضائع. طيب تعالي نشوف القصص دي يا بندقة، ونشوف هنتعلم ايه. معانا النهاردة 3 ضيوف هيسمعونا حاجات حلوة، وبعد كده انت هتعرفي اجابة سؤالك، وتعرفي الفلوس اللي ضاعت دي مهمة ولا لا. اصحابي الحلوين، انا ست كان عندي 10 دراهم. 10 دراهم دي زي 10 جنيهات دهب، وكنت بخاف عليهم أوي وبحبهم أوي أوي. كنت كل يوم أعدهم واشيلهم مع بعض، كل يوم أعدهم واشيلهم تاني. وفي يوم أنا بعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الله، لقيتهم 9. انا اتخضيت وزعلت، قلت لا اكيد انا غلطت. رحت بديت اعدهم تاني واقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لقيتهم 9. زعلت قوي وفضلت ادور في كل حته ادور، بس قبل ما ادور خفت لا يكون الدرهم وقع في حته ضلمه، فكان لازم انور النور. فضلت ادور تحت السرير وتحت الكنبه وفي المطبخ وفي البلكونه وفي كل حته، وكنت زعلانه عليه قوي عشان انا بحبهم قوي. فضلت ادور لغايه ما لقيته مستخبي تحت الكرسي. اول ما خدته ولقيته فرحت قوي قوي قوي، وطلعت جريت على جيراني واقول لهم انا فرحانه، الدرهم اللي كان ضايع وما كنتش لاقياه انا لقيته وحطيته مع اخواته، والجيران كانوا فرحانين معايا. القصه دي يا ولاد قال عليها رب المجد يسوع المسيح، وشبه الست دي بالكنيسه. الكنيسه هي الام او هي صاحبه الدراهم. لو ولادها كانوا 10 وضاع منهم 1 وبعد عن الكنيسه، ما ينفعش تقول خلاص انا عندي 10 ولاد حلوين، والخاطي ده او اللي مش كويس ده اللي مشي خلاص مش مهم، مش هدور عليه. لا يا ولاد، هي بتفضل تدور وبتدور في الاماكن الضلمه، وعشان تدور عليه لازم تنور النور من خلال الانجيل عشان تعرف ترجع ولادها ازاي. الانجيل ده هو النور لينا، وهو السراج، وهو اللي بنعرف منه كل حاجة في حياتنا الروحية. فالنور
اللي نورته الست دي هو الانجيل اللي بيتنوره الكنيسه. تفضل تدور على اولادها وتشوف الاماكن الضلمه يكون مستخبي. يقصدوا اماكن الضلمه يعني اماكن اللي فيها الخطيه، يكون ابنها الكويس اللي كان كويس وبقي وحش راح في اماكن خطيه او راح مع ناس مش كويسه. وتفضل الكنيسه تدور لغايه ما تلاقي ابنها وترجعه تاني لاولادها الحلوين ولحضنها. تبتدي بقى الكنيسه تفرح وتستقبله بشكل حلو وتقول له ان احنا بنحبك، وتبلغ كمان السماء وتبلغ الملائكه، والسماء تفرح قوي بخاطي واحد يرجع لاخواته افضل بكتير من اولادها الموجودين في الكنيسه مش محتاجين لتوبه. تعالوا معانا نشوف القصه اللي بعدها، قصه الخروف الضال. يلا بينا اصحابي الصغيرين. أنا راعي خرفان، كان عندي 100 خروف وكنت بحبهم أوي أوي، وكنت أول ما نادي عليهم كانوا يسمعوا صوتي ويعرفوا صوتي ويطلعوا يجروا عليا. وكنت كل يوم أطلع بيهم المرعى وأرجع عندهم 100 خروف، وكنت أرجعهم الحظيرة بتاعتهم. وفي يوم من الأيام وأنا طالع معاهم وهم فرحانين في الجنينة، في خروف فكر كده وقال: أنا كبرت مش محتاج للراعي، أنا ههرب واتفسح وأعيش لوحدي ومش مهم أرجع مع الراعي. المهم يا أولاد أنا روحت بالخرفان زي كل يوم، وأنا بدخلهم الحظيرة أنا كنت بعدهم زي كل يوم، وأنا بعد 1 2 3 لغاية 100. ملقتش 100، لقيتهم 99 خروف بس. أنا قعدت أعد تاني وتاني وتاني، برضو هم 99. جريت على الرعاة اللي جيراني، يعني الرعاة اللي زيي، وقعدت أسألهم: قولوا لي ما شفتوش الخروف بتاعي؟ أنا كان معايا 100 خروف مش لاقي منهم غير 99. فقالوا: ما يمكن عندك 99 بس وانت غلطان. قلت لهم: لا، أنا فاكر إن هم 100 خروف. دخلوا فضلوا يعدوا معايا الخرفان اللي هم 99. فقالوا له: خلاص ربنا يعوض عليك، مش مهم اللي ضايع ده ولا اللي تاه، يلقى دلوقتي أسد أكله. قلت لهم: لا، أنا مش هنام غير لما أرجع الخروف الضال أو الخروف التايه ده للحظيرة بتاعتي مع إخواته الخرفان. أنا لازم أروح أدور عليه في كل حتة، في الصحراء وفي الجنينة وفي الخضرة وفي كل مكان ممكن يكون هو مستخبي أو قاعد فيه. وفعلا فضلت أدور لغاية ما أنا بدور سمعت صوت مأمأة بتاعت الخروف زي كده بس طبعا كان صوته ضعيف. فضلت أدور لغاية ما لقيته محشور وسط صخور ومتعور وبينزف وتعبان خالص بسبب إن هو كان محشور في الصخور ومتعور مش قادر إن هو يتحرك. أخدته ورفضته ودويت له جروحه وحطيته على كتافي، وكنت فرحان أوي بيه. وطلعت روحت بيه لإخواتي الخرفان، ورحت عملت حفلة عظيمة وكبيرة عشان رجوع الخروف الضال. ده بالظبط اللي بيعمله معانا ربنا له المجد. مهما ضللنا الطريق، مهما بعدنا عنه وعن الخرفان والرعية وعن الحظيرة بتاعته، هو بيدور علينا مش علشان عايز يكمل العدد، ولكن علشان بيحبنا وخايف علينا. ده الأسود في فارسنا أسود عدو الخير. عشان كده احنا لازم نكون دايما في الكنيسة وفي رعاية في رعاية ربنا في الحظيرة. وربنا دايما بيحب الخاطي ولكن ما بيحبش الخطية، ودايما بيفرح ودايما بيستنى رجوعنا ويفرح، والسماء كلها تفرح معاه. تعالوا بقى نسمع القصة اللي شبه دي ولكن مش خروف، هو الابن الضال. يلا بينا نسمع قصة الابن الضال. يلا بينا. أنا بقى راجل غني وعندي فلوس كتير وعندي ولدين مفيش غيرهم،
الولد الصغير جه في يوم وقال لي: يا أبويا، أنا عايز مراسي، اديني نصيبي من كل حاجة أنت تملكها علشان أروح أعيش بعيد وأشوف حياتي وأبقى حر. بصراحة أنا ما كنتش عايز أديله فلوسه، مش علشان خايف على فلوسي، ولكن كنت خايف عليه، كنت بحبه قوي. ولكن تحت إلحاحه وإصراره كل يوم أعطيته نصيبه وسافر ومشي، وكنت كل يوم بستناه. ما كنتش مصدق إن ابني يمشي ويسيبني. بعد ما مشي وللأسف راح لأماكن الشر وضيع كل فلوسه، لدرجة إن أصحابه اللي كانوا معاه الأشرار بعد ما خدوا كل فلوسه وضيعها على الستات وسامحني يا رب الحاجات اللي مش كويسة، ما بقاش حيلته أي حاجة وسابوه وحده في الصحراء. وهو من كتر جوعه كان بيدور على شغل بس ما كانش لاقي، فاشتغل مع الخنازير. الخنازير دي عارفين اللي هو الحلوف، أيوة اسمها الخنازير. وكان بياكل من أكلها لأنه ما كانش لاقي ياكل، كان يطلع الشجرة وكان بيهز الشجرة، وكان حتى قبل ما ينزل ما كانش ملاحق ياكل أكل الخنازير. وفي يوم من الأيام قعد مع نفسه وقال: ده الخدامين اللي في بيت أبويا بياكلوا أحسن مني، أنا ليه ما أقولش دلوقتي أقوم الآن وأذهب لأبي وأبويا هيقبلني وأقول له أنا أخطيت وقبلني حتى لو خدام أو أجير عند بلقمتي زي الخدامين اللي عندك. وأنا زي ما قلت لكم أنا رجل غني، يعني عندي بيت كبير وقصر وخدم وحشم وناس بتخدمني كتير. لكن أنا بصراحة ما كنتش مستني إن ابني يجي خدام عندي، لأن ده ابني أنا كنت بحبه جدا جدا جدا. وفعلا ابني اللي كان ضال بعيد عني قام وقرر وجه. بس أول ما شفته من بعيد قوي، أنا اللي طلعت أجري عليه وأخدته في حضني وحضنته، لأن أنا بحبه وكنت منتظر رجوعه من زمان، مش مستني لما هو يقول لي أنا آسف. وملحقش يكمل كلامه أنا لبست خاتم في إيده وحشت هدومه اللي كانت مليانة حاجات ريحة خنازير وكانت مقطعة، كانت مليانة ريحة خطية، ولبسته الحلة الملكية وعملت له فرح وذبحت له العجل المسمن. ياه، كلكم بتستغربوا زي اللي عمله ابني الكبير. أول ما عرف إن ابن أخوه الصغير رجع وأنا عملت كل ده زعل واتقمص وقال لي أنا بخدمك سنين طويلة يا أبي، ما ذبحتليش حتى معزة صغيرة أفرح بيها أنا وأصحابي، وابنك ده مش ده اللي خد فلوسك وضيعها مع الزواني والعشارين وضيعها في الخطية؟ لما جه أنت استقبلته وعملت له فرح كبير ليه كده؟ قلت له يا ابني، ابنك أخوك كان ضال فوجد وكان ميت فعاش، أنا ابني كان ضال يعني تايه ولقيناه، كان ميت يعني ميت في خطاياه لكن عاش من جديد. افرح، كل ده ملكك وتحت أمرك وحاجتك، لكن أخوك إحنا ما كناش لاقيينه، وأنا كأب أنا بحبه. نفس اللي بيعمله ربنا يسوع المسيح معانا ومع كل خاطئ. ربنا بينتظرنا في كل لحظة مهما بعدنا، هو بيكره الخطية ولكن بيحن على الخاطئ، لأن دايما يقول إن المرضى محتاجين لطبيب مش الأصحاء. يعني إحنا كلنا مرضى تحت حكم الخطية وتحت ضعف بشريتنا، وطبيعي إن إحنا بنخطأ لأننا بشر، لكن لازم نكون زي الابن الضال يقول أقوم الآن. ولازم نتأكد إن لما بنرجع لربنا ربنا فاتح أحضانه لينا. اوعوا تقولوا إنه خلاص ربنا هيستكفى بالقديسين اللي عنده وبالأولاد المؤمنين أو بأولاده الكويسين اللي هم مش شقاي ولا بيعملوا خطية. لا، هو بيفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة.